بنات كتير مفكرة انها علشان تبقى راقية وكلاسي ان هي تلبس براندات. لو انتي عايزة ترتبطي بشخص راقي ويكون حواليكي مجتمع متزن وناضج وراقي، ابدأي بنفسك الأول. كوني انتي النسخة اللي بتحلمي تشوفيها في كل اللي حواليكي، لأنك دايما بتجذبي الناس اللي على نفس التردد بتاعك أو على نفس وعيك وطريقة تفكيرك. الرقي مش شكل بس، الرقي حالة وأسلوب حياة. هقولك 7 خطوات علشان تبقي فيهم بنت راقية وكلاسي. أول حاجة، ما تدخليش في جدال يستهلك طاقتك. مش كل حاجة بتستحق رد، ومش كل موقف لازم تبرريه. يعني راقبي نفسك قبل ما تتكلمي، اسألي نفسك هل الكلام ده هيضيف؟ هل هيعبر عني بالشكل اللي يليق بيا؟ تاني خطوة، اعملي لنفسك روتين هدوء. يعني خصصي لنفسك وقت بسيط كل يوم من غير دوشة ولا سوشيال ميديا. اشربي قهوتك، اشربي المشروب اللي بتحبيه، اكتبي، اسمعي حاجة هادية، امشي بهدوء وتكلمي بهدوء، وتعاملي في كل حاجة في حياتك بهدوء. الهدوء ده هو الوقود لطاقتك الأنثوية. بريني براون في كتاب The Gifts of Imperfection بتقول إن الرقي الحقيقي بيبدأ من تقبلك لنفسك، مش من محاولتك إنك تباني مثالية. الهدوء مش دايما طبيعي، لكنه مهارة بتكتسب بالممارسة، وكذلك أي شيء في الحياة ممكن تكتسبيه بالممارسة. رابع خطوة، خليكي مثقفة. اقرأي حتى لو صفحة كل يوم. مش مهم تكوني عارفة كل حاجة، المهم تبقي فاهمة اللي انتي بتقوليه. وأول حاجة تبدأي بيها هي القرآن الكريم، إنك تفهميه كويس وتعرفي المنهج اللي ربنا كتبهولك، علشان لو مشيتي عليه حياتك هتبقى أحسن بكتير. اهتمي بنفسك في البيت وبره البيت، مش علشان الناس تشوفك بس، لكن عشانك انتي. البنت الراقية بتهتم بتفاصيلها الصغيرة، ريحة بيتها، ان هي ترتب اوضتها، شكلها وهي لوحدها. لو اتعودتي على انك تبقي كده في البيت هتبقي كده كمان بره البيت. لو حسيتي انك مش بتعرفي تلبسي احسن حاجة، ولا تاكلي بافضل طريقة، ولا تتكلمي بطريقة كويسة، خدي وقت بسيط كل يوم حتى لو 10 دقايق. ادخلي على بنترست، شوفي ستايلات وافكار بسيطة، اعملي تغذية بصرية لنفسك، لان الذوق بيتكون بالملاحظة. سابع حاجة واهم حاجة، الخصوصية. مفيش حد من حقه يعرف كل تفاصيل حياتك. احكي اللي انت عايزة تقوليه بس، واحترمي كمان خصوصية غيرك. حطي حدود لنفسك، مش كل اللي بيضحك لك يبقى صاحبك، مش كل اللي بتقرب لك لازم تدخل حياتك. اللي راقي فعلا بيعرف يقول لا بهدوء، بيعرف يحط حدوده كويس ويحترم حدود الآخرين. اشغلي نفسك بنفسك، اعملي حاجة بتحبيها، اشتغلي على نفسك، خلي وقتك مليان بحاجات بتطورك.